ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ جو حر بقى، مش محتاج غير الحاجات الساقعة كده نرطب بيها على قلوبنا. هاتي كده الخلاط، لو عندك شوية شربات، عندك عسل نحل، اللي متوفر عندك ننزل في الخلاط كده بمعلقتين. انا كان عندي شربات، حطيت معلقتين من الشربات التقيل، انزلي عليهم بقى كمان كده كوباية كبيرة من اللبن الساقع، حليب ساقع من التلاجة، واي فاكهة عندك متفرزة. انا كنت شايله بطيخ، طبعا بنقطعه وننضفه من اي بذر ونحطه في كيس ونشيله في الفريزر يتجمد. اي نوع من الفاكهه المهم تكون متلجه. ننزل عليهم كمان بكوبايه كده من الميه، نضرب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده لغايه ما ننعمه كويس جدا. مش قادره اوصف لكم، بيبقى حاجه كده وهمي. القوام بقى بتاعه بيبقى كده متلج، يعني حاجه كده، ولا منه ايس كريم ولا منه عصير. حاجة سهلة وسريعة وبإمكانيات موجودة في البيت. العسل النحل لو مش موجود هتستخدمي شربات، لو مش موجود استخدمي سكر عادي، مش هيقول لأ. بندوق بقى السكر بتاعه. محتاج شوية مية، محتاج شوية لبن تزوديله. أنا حطيت له كده معلقتين من القشطة كمان، دعموا الطعم وخلوه كده أنعم. بجد خطير. وهنعمل كمان منه صنف كمان دلوقتي، زي ما انت شايفة بقى كده، حاجة بجد خطيرة. بس انا بهدلت الدنيا في الوقت ده. كان عندي بقى كمان موز فريش، خدت بقى كمان شوية كده من نفس الخليط بتاع البطيخ، زودت عليهم 3 صوابع من الموز. بجد مش قادرة اوصفلك ميكس الموز مع البطيخ، كريمي بقى وناعم، حاجة بجد خطيرة. اعملوا العصاير دي للولاد في الصيف ترطب على قلبهم. بجد حاجة حلوة وسهلة وسريعة وبمكونات في البيت، وهتبسطي بيها ولادك. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنسيش تدعميني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.